طبعا اليوم ترتيبات واجهزه الصوت وشغلات. هسه واحد يقول لي شنو هذا كبره وطول صبعك. هذا سعره $90 وحسب ميزانيتي حاليا. ان شاء الله مستقبلا نجيب لكم الاحسن من عنده واجيب لكم كاميرا احترافيه. وايضا هذا جبت نيك مايك طبعا هم احترافي من شركه بويا. طبعا هنا بتصفيه للصوت ويرهم للكاميرا والتليفون. احاول اعطيكم دقه صوت اكبر لان بالفيديو اللي فات حسيت اكو وشه بالصوت. تعرفوني يعني انا احبكم واحب عيونكم واحب اسماعكم، ما احب يعني هيك تجي وشه على اسماعكم او تزعجكم. هسه واحد يجي يقول لي شنو فائده هذا، يعني ليش ما تخلي على صوت الموبايل او على هذا المايك القديم. لحظه خلنا اراويكم النيك مايك القديم. طاح الستان. هذا النيك مايك القديم ملزق حتى واحد ما يكون له اعذار، لان انا اصور بالتليفون واصور بهاي الامكانيه. يعني شوف هذا نيك مايك، هذا النيك مايك القديم ملزقه بهايه. هسه واحد يجي يقول لي شنو الفرق؟ انا اقول لكم شنو الفرق. هسه جاي تسمعوني من صوت الكاميرا، فهذا صوت الكاميرا. يعني لو انا كنت احكي لكم من هذا الصوت اكيد راح يزعجكم، راح يكون المحتوى غير مرتب واكيد ممكن تسدون الفيديو، صحيح؟ بس هسه الفيديو اعتقد كلش مرتب عندكم وما يحتاج اصيحه هواي حتى يطلع الصوت مرتب. تمام؟ اوكي حبيبتي، ان شاء الله بخير انت. هاي النيك مايك الجديده مالتي حبيبتي، اداريها لازم، يعني كل شيء لازم نتعامل وياه بحنيه حتى يدوم لنا، حتى الادوات ما بيها احساس. درر الحمد لله والشكر. كنت متربط بالنيك مايك اللي مربوط بالتليفون، وهسه صار عندي نيك مايك خاص اقدر اتحرك، اقدر اسوي ارقص، كل شيء اسوي. اوكي مسألتنا هواي، خلينا ندخل بالفيديو. السلام عليكم واهلا وسهلا بكم، انا مصطفى الحلفي احييكم. رجعت لكم اليوم بفيديو جديد بعد وقت. اتمنى تسوون لايك. ملاحظكم بكل فيديو ما اقول لكم بيسووا لايك ما تسوون لايكات هواي، يعني اذا اقول لكم تسوون لايك تسوون 30,000 لايك بسهوله، بس اذا ما اقول لكم تسوون 20,000 10,000 جاي تنزلون تدريجيا. ليش؟ مو شرط اقول لكم، يعني المفروض هاي صارت عاده. تشوفون الفيديو لايك، تشوفون الفيديو بدون اي نقاش. فتروحون هسه على الفيديو اللي فات نزلت فيديو مدته دقيقه شويه مضحك وهادف جدا بالعمق، بس هذا الفيديو ما جاب مشاهدات. يعني هذا الفيديو صار له يوم مشاهداته 40,000. فيديو مدته دقيقه، يعني 40,000 قليل بالنسبه لهذا الجيش العظيم اللي جاي يتابعني. اوقف 40,000 مشاهده على فيديو مدته دقيقه. اعلق واصفق على قولة عبود بن الدوره. يعني بصراحه هو واحد يفكر له 40,000 ليش هيك؟ مو مستوى قناتك عاليه، اقل فيديو فوق ال 150,000 مشاهده، بس كانت تنظر له كفيديو مدته دقيقه ما متعوب عليه هواي. الفكره مالته بسيطه، غيرت العنوان والمشاهدات وقفت، يعني اليوتيوب ما كان ينطيني عليه فلوس. قلت له انت مو قبض اسوي لك فيديوهات ما تنطيني فلوس، فغيرت العنوان ونعرف من تغير العنوان المشاهدات توقف. فرجاء الفيديو هذا طلع فوق، روحوا شوفوه وسووا له لايك. اذا تحبوني شوفوه حتى يسعد لي، فكرته كبيره جدا. ادري طولت هواي قبل لا يبدا الفيديو، بس عوضتكم. الفيديو اللي فات كان دقيقه واحده، فهسه الفيديو ممكن يكون شوي طويل حتى نحكي وياكم ونسولف اكثر. سووا لايك. يا اخي ازعاج قوي، فوق ما عبودي جاي يمثل ومونتاج زباله يجيك صوت بوشه وضجه كلش قويه. يعني عرض العالم مو لعبه. يعني شوفوا عبود ايش قد جاي يوعي وينصح الناس، وانتم جاي تحجون باعراض الناس وتكتبون تعليقات على اعراض الناس وتحكمون عليهم. ايش قد عبودي شريف. لا صدق جدا شريف يعني عبودي. بس اقول لك عبودي، يعني انت مو بس حكيت على عرض الناس بالتعليقات، انت سويت فيديوهات على عرض الناس وسقطت بيهم بابشع الالفاظ. وما ننسى لك كل فيديوهاتك كلها موجوده عندي حتى مسحتها يعني. وغير عن هذا انت جبت عرض الناس سويت بيه فيديوهات سكيه، جبتهم يرقصن ويسوون حركات واغراءات وبوس ومحاضن ما ادري وين فريق الدعم عنك. يعني انا اتمنى فريق الدعم ما يشوفونك، ترى والله يسدون قناتك قبل. يعني انت جاي تحكي على اللي يعلقون على عرض الناس. انت لو حاجب تعليق اشرف لك، انت لو حاجب تعليق على عرض الناس اشرف لك. انت سقطت عرض الناس، سقطت سمعه البنات. لو انه جايبه ب 25 مدري بيش، بس القصد يعني القصد اذا جبتها على طاري عرض الناس فهذا عرض الناس انت جاي تسوي بيه هيك بقناتك. رقص شرقي وفيديوهات وافلام ما ادري شو. هاي مو يوتيوب، مو يوتيوب هذا، والله مو يوتيوب. شنو هذا يوتيوب هيك بشغلات؟ على العموم كمل. طلب اخوي نقرا الفاتحه كنا على روح الميتين، ميتين العراق، الميتين موت الله والشهداء. يا اخي اول تالي والله هاي الخطوه اتوقعها من هيفاء ماجيك ولا اتوقعها من عندك. عبودي بن الدوره يطلع بفيديو يقول للناس اقروا الفاتحه. شنو هاي؟ والله هاي ما اتصورها حتى بالاحلام. لان ليش؟ لان الناس متعوده تشوف قناتك رقص، اغراءات، افلام قريبه هذا اللي متعودين عليه الناس، يعني متابعينك الشرفاء، يعني مع احتراماتي لهم يعني، واكيد اغلبهم اطفال ومراهقين. فخلينا نبلش. بسم الله الرحمن الرحيم. تحكي صدق انت؟ طالع لي بفيديو تقرا لي سوره الفاتحه؟ لا منتجها ولا سرعها. تدرون ليش؟ حتى يزيد مده الفيديو. تدرون ليش يزيد مده الفيديو؟ بعدين اقول لكم. على العموم لا صدق، يعني ليش تقرا الفاتحه قدام الناس؟ الناس راح يقولون واو عبودي متدين. لا شنو هاي؟ انت ايش قد شريف، ايش قد عندك غيره، ايش قد يعني متدين، والله ما شفنا مثلك. والبنات واو كيوت متدين. علينا تقرا الفاتحه، علينا. كمل. كلهم
صاروا انبياء وكلهم كانوا يحبون تارا فارس. بس شنو ترجع مقاطعهم القديمه تلقاهم كل ما يحكون على تارا فارس بالمو زين. اي والله العظيم كلامك صحيح. اللي سووا فيديوهات على تارا حاليا وسووا نفسهم يحبونها وما ادري شنو، هم قبل كانوا يحكون عليها وسقطون بيها. هسه عبودي بديت شويه احبك انا، يعني قمت تحكي الصراحه انت، والحمد لله والشكر انت ما مسوي فيديو قديم على تارا وسويت بس هذا الفيديو حبا بيها، فالحمد لله والشكر. يعني لا همك مشاهدات ولا ارباح ولا اي شيء، وسويت هذا الشيء حبا بتارا وحتى تقول للناس قروا لها الفاتحه وترزل بالناس لان ماتت بسببهم من هالحكي. فبرافو عبودي. يعني انت قبل مسوي فيديوهات كامله على تارا فارس ومو بس عليها، يعني تعيب على شكلها، خشمك كوبايه وما ادري خشمك، ليش تعيب على خشمها؟ ليش؟ مو انت هم عندك لدغه ما تعرف تحكي ترى، انت لا تعرف تمثل ولا تعرف تقدم، يعني هاي الشغله ابد مو يمك. على العموم ضل يحكي على تارا وخشمك كوبايه وما ادري شنو، يتمرقص عليها ويحشش عليها. طيب يخسي يحشش، هو طبعا مقرف بس القصد انه يعني حاول يحشش. وبنص الفيديو هو يتمرقص يطلع صوره تارا صوره مو زينه الها على البحر ويمها ولد وما ادري شنو. انا غطيت لكم الصوره ما اقدر اطلعها لكم حفاظا على الذوق العام يعني، بس هو مطلعها عادي ويعني تسقيط الها. يعني واحد لما يجيب صوره مو زينه الشخص ويخليها بنص الفيديو ليش؟ مو جاي يسقطه؟ فيا عبود يا حبيبي امسح الفيديوهات القديمه، تسوي نفسك شريف وانت تحكي على ناس انت معتهم يا حبيبي يا حلو. شكل يوتيوبر حكي على موت تارا فارس، اقسم لكم بالله العظيم ما حكى بيها حبا بيها، لا والله حكى حبا بالفلوس اللي راح تجي من وراء قضيه موت تارا فارس. اي والله صح كلامك، كل اللي نزلوا على تارا فارس هم همهم المشاهدات والارباح، والدليل انه انا وغيري ما نزلنا. ليش؟ لان احنا ما نريد نجيب مشاهدات وارباح براس الميت، يكفي انه ننشرها بمواقع التواصل ونقول للناس ترحموا لها فقط. فانا الصراحه بديت اكثر احبك انه جاي ترزق هذول الناس وتفضحهم للناس وتبين انه هذول صدق سووا الفيديوهات حتى يجيبون مشاهدات وارباح واستعطاف للناس ومشتركين لهم. فبرافو عبودي انه سويت هذا الفيديو على تارا فارس وما كانت همك لا الارباح ولا المشاهدات. برافو عليك واحييك، وبصراحه انا بديت احبك لان فعلا بديت تظهر المعدن الحقيقي الاصيل اللي بداخلك، وبرافو عليك بصراحه. شنو عنوان الفيديو نزله عبودي؟ كشف هويه قاتل تارا فارس مع الاعتراف زائد 18. قلت لي ما اريد نفهمها غلط، يعني هو كتب العنوان حتى الناس تشوف الفيديو مو على مود المشاهدات. شنو الفرق بيناتهم؟ المهم لا نفهمها غلط، يعني ان بعض الظن اثم، يعني هو هيك كتب العنوان، يعني عنوان مضلل بس هو هيك كتبه ما قصده. على العموم ما علينا بالعنوان مال الفيديو حتى لو يجذب الناس والمشاهدين، يعني هالشيء الموضوع كلش عادي. واهم شيء هو رزل الناس اللي يجيبون ارباح ومشاهدات براس تارا فارس وهي ميته، يعني الله يرحمها، يجيبون براسها مشاهدات وارباح. الحمد لله والشكر طلع لنا شخص يحكي على هذولي، والحمد لله والشكر هو مو منهم، انسان شريف وكله غيره. كمل. اقدم لكم قناه صنعت واحده من القنوات العراقيه الجديده باليوتيوب العراقي، اقدم لكم محتوى كلش حلو. اعلق واصفق على قولتك، يعني انت رزلت الناس وانت مسوي شيء هم ما سووه، يعني ما صح نزلوا على مود مشاهدات وشويه ارباح تجيهم من اليوتيوب، انت جبت شخص سويت له اعلان بنص الفيديو اللي مسويه على تارا فارس. يا اخي شلون؟ يعني واحد يناقض نفسه بنفس الفيديو، جاي معصب على الناس، شلون انتم تجيبون ارباح ومشاهدات براس تارا وهي ميته؟ حتى تشوفون ايش قد يستغل عقول الناس ويضحك عليهم. جايب واحد يعلن له بنفس الفيديو اللي يحكي بيه عن تارا فارس، يعني ما احترم الميت له حرمه، ترى الميت له حرمه، ليش نجيب براسه ارباح؟ والله حرام. يعني تخيل جاء المعلن قال عبودي بدك تسوي الاعلان وكون يطش طش، يعني القناه مالتي طش، ما لك دخل، تعال اليوم تارا فارس طاشه، خلينا احكي على اللي يحجون زين عن تارا فارس، وهيك راح اطش اكثر من عندهم باعتبار جبت شيء جديد، والفيديو راح يطش ما لك دخل، راح يجوك مشتركين بس تعطيني $100 ترى فقر انا، وراح اسوي لك اعلان بنص الفيديو مال تارا فارس وانا احكي عن تارا فارس. هو خريط صح خريط بس يعني عادي، تريد اعلان لو لا هسه انا راح اطششك ما لك دخل. حبيبي ميته الله يرحمها ميته، ليش هيك تسوون بيها؟ يعني تدخل على الفيديو تشوف هذا الخط اللي جوا مرسوم عليه هاي الخطوط الصفراء، هاي معناتها ترسى اعلانات، مخلي 16 اعلان على الفيديو نفسه، وبنفس الوقت داخل الفيديو مسوي اعلان القناه. عجيب والله عجيب، ما جاي اتخيل انسان يسوي اعلان بنصف فيديو عن بنيه ميته، المفروض نترحم لها، المفروض نحكي بشيء زين لها. وبعدين حبيبي انت تريد تسوي اعلان ضم بالباسك، هسه اوكي طالع مسوي اعلان بسروال ما لنا دخل، بس الباسك دخله، وهذا القيطان مال السروال شده ودخله همه، والجيب مالتك زنجله، يعني انت شنو معقوله مشترك لك مليون يا اخي؟ شنو هذا؟ العراقيين جاي يسوون جاي يصعدون هاي الشكولات، والله شنو لان ينزل فيديوهات اباحيه ويجيب عاهرات من الملهى ويمثل وياهن؟ شنو هاي؟ معقوله صدق كذب؟ اكو واحد يسوي اعلان بهالصوره هاي لابس السروال والقيطان طالعه هيك واللباس طالع بصفحه والزنجيل مفتوح، شو بيك حبيبي؟ صدق كذب؟ انت مو صدق هذا اللي يمك، ما كفاخك راجدي على اللي جاي تسويه. ايش راح يجي لك من عبودي؟ يعني هو عبودي متابعينه شنو؟ ايش راح يجي لك من عنده يعني؟
وشكو شخص حكى عن موضوع قتل تارا فارس، اقسم لكم بالله هو مو شريف ولا عنده ذره شرف. لا حبي، حشاك عبودي، صدق كذي حشاك. الشرف ينقط من عندك، انت اصل الشرف. اصلا هسه اذا تطلع بالشارع تسال شنو تعرفون عن عبودي؟ يقول لك عبودي الشرف، الغيره، النوماس. انا ما اعرف شنو هاي، بس يقولون دائما الغيره يا نوماس. اللي كان شو يسوي لو عنده صدق غيره على بلده؟ كان نزل فيديو واحد على الشهداء اللي استشهدوا في سبيلي وفي سبيلك. والله عبودي البركه بيك، يعني احنا اليوتيوبرز تعذرنا ما نزلنا فيديو خاص للشهداء وما يجيبون ارباح على قولتك، وهم ضحوا على مودنا بدمائهم وبارواحهم وضحوا باغلى ما يملكون على مودنا. فالحمد لله والشكر، البركه بيك، انت اليوتيوبر الوحيد اللي يعني الحمد لله والشكر ينزل فيديوهات عن الشهداء ويقرا لهم الفاتحه وما هم لا مشاهدات ولا فد شيء. الف الحمد لله والشكر انه على الاقل عندنا يوتيوبر واحد شريف يتذكر الشهداء ويقدر تضحياتهم على موده وعلى مود العراق. خلينا نشوف عبودي شنو كان ينزل من فيديوهات بالفتره اللي كانوا يستشهدون بها الحشد والجيش وهم يقاتلون ضد داعش ويضحون بارواحهم من اجل عبودي ومن اجل العراق مثل ما يقول هو. على عناتكم باي. واو شريف جدا شريف. مو قلت لك بس تطلع للشارع تقول للناس شنو عبودي، يقول لك الشرف. عبودي يعني عبودي الشرف. هو انت استغفر الله، يعني اكو احد ينزل فيديوهات شبه اباحيه وبوقت كان العراق داخل بيه ويحارب ضد داعش ونفقها ما ساكت يحكي على الناس لان ما نزلوا فيديو على الشهداء. لا عاد انت ليش منزل فيديوهات اباحيه على الشهداء؟ اصلا انا مرات افرح لتارا فارس لان ماتت بهالطريقه. ليش؟ لان ممكن تكون شهيده، من قتل دون دمه فهو شهيد، يعني ان قتلت رغما عنها وغدر ان شاء الله تكون شهيده، وان شاء الله الله يغفر لها، وان شاء الله نقرا لها كل احنا الفاتحه. وانا ما حبيت اسوي عنها موضوع حتى لا تقولون ها تجيب مشاهدات براس الميت، وانا ما احب هاي الاشياء ابدا. وهذا الموضوع سويته فقط على عبودي الشريف. اما انا شخصيا ويا تارا فارس فالحمد لله والشكر اتمنى تارا فارس لو تكون ماتت وهي ما عندها شيء بقلبها تجاهي او ضدي او انا مديها بشيء. انا قبل 3 سنوات منزل عنها فيديو، بس الفيديو هذا الها مو عليها، يعني انا اقول للناس ما لكم دخل بيها، بس يعني من هالحكي هذا قبل 3 سنوات بدايتي. فهي مسويت لي لايك على الانستغرام ومسويت لي تعليق، والتعليق راح اراويكم اياه، وتروحون هسه لحسابي بالانستغرام تسووا لي فولو وتنزلون بالصور، تدخلون على هاي الصوره بالتعليقات تلقون التعليق مال تارا فارس، وهذا صورته لكم. يعني الحمد لله والشكر، يعني كانت متواضعه وترد وتسوي لايكات الي وتكتب لي تعليقات، وهذا دليل على طيبتها وتواضعها. مع ذلك انا بعدها قامت تسوي افعال مستفزه صراحه ضجت معتها، وحتى مرات اكتب تعليقات ضدها بس مو سب ولا فد شيء، بس اقول للناس كافي كبرتوا راسها. انا بكل صراحه اشوف تارا ما اذت احد، ما حرضت ضد احد، ما في يوم طلع واحد من اصدقائها او صديقاتها وقال عنها مو زينه او ناكره الزاد او ناكره العشره او اي شيء، ما حد حكى عليها، ما مسوي دقات باحد، ما تكذب ما تنافق، ما تسوي نفسها زينه وهي مو زينه، ظاهره على حقيقتها. اللي يحبني حياه الله، ما يحبني الله وياه. تارا افضل من عبودي، هذا كرأي شخصي يعني وبكل صراحه. مع ذلك ما احبذ قتل او اي تحريض على اي احد، ولذلك يعني انا ما عندي شيء شخصي ضد عبودي، بيدي اضره واضر قناته واضر حساباته، بس ما اريد هذا الشيء. انا مجرد هو نشر شيء وانا انتقدته، هذا اللي صار فقط. واتمنى ما يضوج عبودي واتمنى يغير نفسه للاحسن. وبس حبايبي وصلت لكم نهايه الفيديو، اتمنى تسوون لايك وانا احبكم هواي، وتفاعلوا هواي، سووا لايكات هواي، تعليقات هواي، حتى انزل فيديو ثاني باسرع وقت. كل ما جاي تتفاعلون اكثر كل ما انزل فيديوهات اسرع. انا احبكم هواي ومع السلامه.